نجم اتولد في بيت فن، وشق طريقه بتعبه وموهبته، من مشاهد صغيرة لبطولات مطلقة، ومن جمهور بيتفرج لجمهور بيستناه كل سنة في رمضان. النهاردة هنتكلم عن الفنان والنجم المتألق ياسر جلال، واللي قدر يثبت نفسه في عالم التمثيل وبخطى ثابتة بعيد عن شهرة أخوه رامز جلال، وبشخصية مختلفة تماما عنه. خليكم معايا علشان نعرف أسرار ياسر جلال وأهم محطته الفنية وكمان حياته الشخصية. اتولد ياسر محمد جلال أحمد توفيق 16 إبريل 1969 في اسكندرية، ووالده هو المخرج الكبير جلال توفيق، وهو أخو الفنان رامز جلال اللي مكسر الدنيا بجنانه طبعا، يعني واحد عاقل جدا وواحد طايش جدا. ودخل من صغره الفن سنة 1983 بفيلم الراقصة والطبال، وكان عمره وقتها 14 سنة. واتخرج الفنان ياسر جلال من معهد فنون مسرحية سنة 1990، وبعدها راح شوية بقى وغاب علشان راح الجيش. بعد كده لما رجع مثل مع الزعيم عادل إمام في فيلم النوم في العسل، وبالرغم من ان هو كان واخد دور صغير لكنه قدر يلفت الانتباه ليه من المخرجين والمنتجين، وبعد كده جات له ادوار كتيرة جدا، وخصوصا مع الفنانة نادية الجندي اللي عمل معاها فيلمين كسروا الدنيا. ونادية الجندي صممت ان هو يبقى بطل قدامها، وقالت عليه ان هو هيبقى خليفة احمد زكي لانه فنان وبيعرف يتقمص الشخصية. وعلشان اختارته قدامها بطل طلعوا عليها ان هما الاتنين متجوزين، وطلعت هي نفت الكلام ده، وكمان ياسر جلال نفى كل الكلام ده. اما الخبر التاني فعن قصة حبه وجوازه من نيكول سابا، والموضوع ده يا جماعة طلع اشاعة. هم عملوا مع بعض مسلسل نور مريم، وطلعت هي خطيبته في قلب المسلسل، علشان كده جابوا الصور اللي متجمعة مع بعض وقالوا دي كانت قصة حب لكنها ما كملتش بالجواز، ودي اصلا اشاعة. وعشان النجم ياسر جلال كان كاريزمته عالية وكل الناس بتحبه، فكانت الأضواء متسلطة عليه، وكتير من الإشاعات كمان طلعوا كمان عليه إن هو بيحب سهير شلبي وهيتجوزها وفي علاقة حب ما بينهم، لكن ده كمان ما حصلش. سهير شلبي المذيعة هما الاتنين طلعوا وكذبوا الكلام ده، وما حصلش كلام من ده خالص. وبيتكلم ياسر جلال ان هو ما اتجوزش غير مره واحده بس من هبه عبد المنعم، ودي محاميه شافها في فرح وعجبته جدا من حجابها وادبها واخلاقها، وانها ما كانتش متكلفه في لبسها خالص. وما جه ياسر يتقدم لها شرطت عليه شرط وقالت له انا طول عمري هفضل بالحجاب وعمري ما هقلعه، وعلشان كده اتمسك بيها اكتر، ومش علشان هو فنان يخليها تحتك بالوسط الفني. قالت له ده من اهم شروطي ان هي ملهاش خالص دعوة بالوسط الفني، وكان فرحان بكل شروطها جدا جدا، وانجب منها ولد وبنت. البنت اسمها قدرية والولد اسمه جلال على اسم والده. وهبة عبد المنعم ما بتحبش خالص السوشيال ميديا ولا هي ولا ولادها، بس ظهرت معاه في برنامج 90 دقيقة وطلعوا عليها اشاعات كتير جدا، وكان من اهمهم انها تقرب لجهان السادات، وده مش حقيقي طبعا لان جهان السادات امها انجليزية، اما هبة ابوها وامها مصريين ابا عن جد. اقول لكم طلع على ياسر جلال اشاعات كتير وعلى مراته كمان، وياسر معروف عنه الهدوء والرزانة، وبيحب يحضر كويس لكل دور بياخده. اما علاقته بقى باخوه فعلاقته قوية جدا، لكن مش بيحب المقالب بتاعته، وياسر قليل جدا الظهور في البرامج واللقاءات. وياسر جلال قدم مسلسل الاختيار اللي اتعرض في رمضان 2022، وقدم فيه شخصية متميزة هي شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أول مرة يجسد دور شخصية رئيس على الشاشة، وأشاد بيه الجمهور جدا، وده لأنه قدر يقلد فعلا شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي في صوته وفي حركاته وفي الملامح. والمسلسل كان بطولة كريم عبد العزيز ونجوم كبار جدا، مسلسل كان ناجح بمعنى الكلمة، وقدم فيه شخصية السيسي وازاي كان بيتعامل مع الإخوان، وفعلا
كان بيتعب جدا، يعني قدر ان هو يمثل ويجسد الشخصية بالطريقة اللي تليق برئيس جمهورية مصر العربية. وعمل كمان لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل كان مشهور جدا وكان جميل، جثة نية وعلاقة مشروع والفتوة ولمسة أكتاف وظل الرئيس ورحيم وماما في الاسم وجودر واحد وجودر اتنين وساحرة الجنوب وذهاب وعودة وولي العهد ودهشة والقاصرات ونور ومريم، ونال جوائز كتير جدا. ومن أهم الجوائز اللي نالها فناننا الكبير ياسر جلال جائزة أفضل ممثل من مؤسسة الأهرام، وكمان جائزة أفضل ممثل من المنتدى العربي للسلام في دورته الثالثة، وجائزة أفضل ممثل في المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وكمان نال جائزة أحسن ممثل عن دوره في مسلسل الفتوة في مهرجان همسة الدولي للآداب، وفعلا كان مسلسل ناجح وجميل جدا. ورغم ان شخصيته قوية وملامحه جذابة جدا بيشبه رشدي أباظة، لكنه بيليق في اي دور بيعمله، كوميدي تراجيدي. يعني مثلا عمل مع محمد هنيدي أمير البحار ونجح فيه جدا جدا وكان دوره جميل وكوميدي، وعمل سبع البرومبا وشد أجزاء وقصايص العشاق عملوا مع الفنانة والنجمة الكبيرة نبيلة عبيد ونجح فيه جدا جدا. ومن أهم أفلام الفنان الكبير ياسر جلال أفلامه اللي عملها كمان مع نادية الجندي زي بونو بونو وأمن دولة، والفيلمين نجحوا نجاح جامد جدا. ومثل كمان مع الزعيم عادل إمام في فيلم النوم في العسل، هو كان دور صغير بس كان دور جميل وبسيط جدا. ودي مقتطفات من حياة فناننا الكبير ياسر جلال، أرجو أن أنا أكون لميت جزء مهم جدا من حياته، لأنه فعلا فنان محترم وقدر يخلي جمهوره كلهم يحبوه. أنا واحدة من الناس اللي بحب كل أعماله وبحترمه جدا جدا. ومن أهم أدواره اللي أنا حبيتها دوره في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، رغم ان هو كان جاي في شخصية طماع لكن فعلا قدر يقنعنا ان هو انسان طماع وشرير، ورغم صغر سنه لكنه اخد جوائز كتير ويستحقها وعن جدارة، لان فعلا كل دور هو بيقدمه بذل فيه مجهود وحب جمهوره ليه كل يوم بيزداد. ربنا يديه الصحة والعافية ويفضل دايما يمتع جمهوره الجميل اللي بيحبه. ويا ترى ايه اكتر الادوار اللي حبتوها للفنان الكبير ياسر جلال؟ هستنى تعليقاتكم علشان تمتعوني بكلمات جميلة عن الفنان الكبير ياسر جلال، وبشكركم جدا جدا على متابعتكم، واوعوا تنسوا لايك واشتراك في القناة.